المنتخب المغرب أمام تنزانيا، النيجر، زامبيا وكونغو. وخلافا أيمن للمنتخب الجزائري، هنا العديد من اللاعبين الجدد استدعاهم وليد الركراكي للالتحاق بالتشكيلة. أكيد تشكيلة المنتخب الوطني المغربي للمقابلتين المقبلتين ضد كل من النيجر وتنزانيا التي ستقام فوق أرضية الملعب الشرفي بوجدة في أجواء رمضانية، عرفت جديد وهو دعوة كل من بلال ندير الشاب لاعب فريق مارسيليا الذي اختار المغرب على حساب الجزائر. كذلك عرفت مناداة على شمس الدين طالبي نجم بروج الذي تم استدعائه كذلك من المنتخب البلجيكي لكن فضل انضمام الى المنتخب المغربي. هنا كان اشكال نعم. ايمن، كنا سمعنا الى مسؤولين في الاتحاد البلجيكي اشتكوا من هذا الخيار وخيارات اخرى ايضا للاعبين لديهم جنسيه اخرى واختاروا بلد اخر. اكيد انه نذكر بلال خنوس متعلق حاليا مع ليستر سيتي، يعني كان امال كبيره تعقد عليه من اجل ان يكون ضمن قائمه المنتخب البلجيكي، لكن اختار المغرب وشارك في كاس العالم الاخير. نفس اليوم شمس الدين الطالبي كبيره في دوري ابطال اوروبا الدور الاول وتالق بشكل لافت، ولكن اختار المنتخب المغربي. كذلك حمزه إيجامان متألق مع رانجرز، يعني هذا مهاجم فريق الجيش الملكي انطلق التحق بفريق رانجرز هذا الموسم هذا هدف استثنائي ايضا خاصه في غياب نعم. الكعبي المصاب. مهم جدا هذا اللاعب الذي يلتحق اذا بالمنتخب المغربي للمره الاولى. كنا ننتظر استدعائه منذ فتره. صحيح، يعني تعلق مستمر في الفتره الاخيره، هو لاعب المنتخب الاولمبي تالق مع فريق الجيش وبالتالي يستحق المناداة عليه. وكاين عمر الهلالي ظهير الايمن لفريق اسبانيول برشلونه، مستويات كبيره في المباريات الكبرى في لا ليغا. صحيح انه التنافس سيكون كبير، خصوصا اننا نعرفوا من يشغل هذا المركز. هو ياتي كبديل لاشرف حكيمي بالطبع، الذي يعتبر من بين الافضل او حتى ربما الافضل في العالم كظهير ايمن. صحيح، وبالتالي اليوم الناخب الوطني وليد الركراكي يحاول استقطاب انماء اللاعبين، والسن مهم لان كلهم لاعبين شباب، وبالتالي غيكون خيارات كبيره. لاعب بسرعه، نعرفوا بان الاعتماد على اللاعبين الشباب تيعطيك حلول كبيره في اللاعب، مستوى استرجاع اللياقه البدنيه بشكل سريع، اللاعب بسرعه، الرفع من ايقاع اللاعب، كذلك الحس